السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض النهارده فكره حلوه جدا للالعاب بتاعه الاطفال. هو دايما بنكون حاطين الالعاب في باسكتات وكده، بس بتكون واخده حيز كبير، فانا حبيت اني اعمل حاجه واحده بس بحيث انها تلملي كل اللعب. في العاب لو ابن حضرتك من النوع المنظم قوي اللي بيحب كل حاجه تكون لوحدها، وطبعا ده حاجه كويسه جدا، فخلي الحاجات في باسكتات لوحدها. لو مش كده اعملي الفكره اللي هقولك عليها دي، جميله جدا ان شاء الله تعجبك. ده كل اللي عملته اني رحت جبت متر قماش ملايات اهو، اي شكل بقى انت تحبيه. انا لقيت الشكل ده يعني فجبته، اللي هو ميكي ماوس. المتر القماش من ده كان عامل 20 جنيه، مش محتاجة اكتر من كده، هو بس يدوب متر القماش ب20 جنيه، هو ده اللي هتعملي بيه ان شاء الله. وكمان هيفيد منك، كمان يعني هيفيد منك حتة اهو. تختاري بقى الشكل اللي حضرتك عايزاه، ممكن كمان تختاري الالوان على حسب الوان اوضة الاطفال، يعني اختاري القماش نفسه على حسب الوان اوضة الاطفال. وكمان لو بنوتة تختاري لها مثلا باربي وكيتي والحاجات دي، ولو ولد تختاري بقى اشكال، في بتكون اشكال ملايات عليها بقى اشكال سلاحف النينجا وحاجات زي كده، على حسب يعني ما هو يحب الشخصية هاتهاله. دلوقتي بقى نبتدي نقصها مع بعض ونسمي الله. زي ما حضراتكم شايفين انا كده فرشت متر القماش على الارض عشان يسهل عليا القص، وطبعا هو بيكون طبقتين فوق بعض. احنا هنستخدم طبقة واحدة بس، والطبقة التانية مش هنستخدمها، هناخد منها برضو يعني جزء والباقي يعني مش هنستخدمه. اول حاجة هعملها زي ما هي متطبقة من لما جبتها من عند الراجل، هقصها من الحتة دي، يعني هقصها كده كلها لحد الاخر. شايفين يا حبايبي؟ ادي هي التانية اللي بتيجي من بتاع القماش. انا رحت قص يا دوب، سبت حتة بسيطة خالص جنبها، يعني هي التانية اهي، سبت حتة بسيطة جنبها بس، ورحت قصتها كلها على بعضها، بقت عندي اهو حتتين بس. هنستغل الحتة دي اهم حاجة، ودي بقى هنطلع منها باقي الحاجة. اول حاجة هنيجي عند الحتة اللي قصيناها زيادة دي فوق، هنتنيها تانية بسيطة، وكمان تانية، بعد ما خلاص خيطتها الحتة الصغيرة دي، هبتدي اني اتنيها عليها عشان اخيطها كلها بالطول. بعد ما خلاص خيطتها من هنا وخيطتها الحتة الصغيرة وخيطتها كلها اهي، انا عاملة دي ليه؟ عشان هحط فيها زي خيط واشدها من فوق عشان اربطها اقفلها يعني، بعد ما يعني الم اللعب كده فيها. دلوقتي انا خلاص خيطتها هنا من هنا كده، اللي هي الحتة اللي هتبقى فيها الرباط. هبتدي بقى انا اخيطها كلها لحد الاخر اهو. خليت الوش القماشة من جوه، وادي الظهر اهو خليته من بره عشان ابتدي اتنيه.
كده حبايبي خلاص خلصتها، بس نسيت اقول لكم في الاول الحته اللي هنعملها نحط منها يعني الشريط عشان نقفل منها، بلاش تخيطوها، انا نسيت وخيطتها بس رجعت يعني قطعتها عادي تاني. ودلوقتي بقى عايزين نعمل القاعده بتاعه الكيس اللي هنحط فيه الالعاب من تحت. القاعده المفروض تكون مدوره، انا جبت قماشه هي عاديه، رحت جايه تانية اهي وتانية كمان، القماشة الكبيرة يعني مش دي طبعا، رحت جاية كده عشوائي قصيت من هنا فطلعت معايا كده شبه مدورة عشان اخيطها فيها من تحت. حتى لو طلعت كبيرة يعني على القماشة اللي انا عاملاها مفيش مشكلة، الباقي ده يعني هيتقص او هيتني من جوه بحيث انها متنسلش، لان القماشة دي طلعت اللي هي بتطلع خيوط كده. دلوقتي بقى هنركبها مع بعض. ده ظهر القماشة وده وشها، يبقى هاجي هنا هخلي وش القماشة في وش القماشة والظهر اهو مع الظهر من بره هو اللي شغال عليه. هاجي كده ابتدي من هنا مثلا من عند الحتة اللي هي التقيلة دي، بسم الله. كده حبايبي خلاص خيطتها من تحت اهي. الحتة دي بقى تتنيها عشان مثلا ما تنسلش منك على المكنة او تسرفليها برا يعني. انا هتنيها على المكنة وارجع لكم بقى ان شاء الله. ومكان ما كنت بقص الدايرة بقى معايا قصتين هاخدهم استغلهم هعمل بيهم اليدات بتاعتها. هدخل كده حتة لجوه وحتة لجوه ايا كان اليدات بقى اللي انت هتقصيها يعني، وهتروحي قافلاهم على بعض. يعني هي قماشة هي مثلا اعتبريها مربعة مثلا قدامك، هتيجي تعملي حتة كده وادي الحتة التانية جوه برضو اهو، وهتروحي جاية قافلة الاتنين على بعض اهو عشان تبقى يدك كده تتمسك. بس وهعمل برضو التانية كده اهو وهتنزل جوه برضو زيها عليها اهي، اروح جاية قافلة الاتنين مع بعض. انا هحطهم جنب بعض عشان اقيسهم يعني يكونوا اليدين قد بعض اهو، ودي حتة زيادة هحشها حطهم على المكنة. اهي كده اول يد جهزت معايا وهعمل التانية. كده خلاص خلصت اليدات. هنحدد مكان اليدات حابين تكون فين. انا شايفة ان الحتة اللي هنعمل منها الرباط نفسه اللي هيربط الكيس نفسه هيكون من ورا مثلا عشان يبقى الشكل بتاع الميكي ده قدام، يبقى قدام الطفل كده وعامل له برضو منظر في الأوضة حلو عشان ما يكونش كيس كده حطاه وخلاص يعني. هنيجي نعمل كده هنحط ورا وهنروح قسمينها اهو اتنين عشان نعرف هنحط فين بالظبط اليدات، هتبقى يد هنا اهو ويد هنا
عشان تبقى في النص بالظبط الرسمة. شايفين من تحت متخيطة ازاي اهي، متدورة عليها. هنبعد طبعا الحتة دي بتاعت الرباط عشان الرباط ما يتعطلش لما نيجي نربطه. وهنيجي نجيب مثلا ادي يد معانا اهي، هنحطها كده، نتنيها كده ونجيبها نتنيها كده ونربطها، قصدي نخيطها هنا يعني. وادي التانية برضو هنحطها كده وهنروح تانيينها لجوه ومخيطين اهي. هبتدي ان انا اخيطها على المكنة. اهم حاجة بس اني ابعد عن المجرى نفسه بتاع الرباط عشان ما يعطلوش في حاجة. بسم الله. بثبتها كده بالمكنة، بروح عليها رايح جاي بالدواسة عشان اليد تكون ثابتة اكتر يعني. وبعدين احوش الزيادات عادي براحتي اهي. وهركب الناحية التانية اظبطها كده، احط دي كده من جوه اهي، واروح طلع عليها بالتانية اهي. خلاص اول يد ركبت معايا اهي، عشان لو حابة اشيل حاجة من مكانها وديها مكان تاني يعني يبقى فيها يدات. وهركب التانية قصادها على طول عشان ما اتلخبطش. هاجي اروح تانياها واروح حطاهم كده قدام بعض بحيث اني ابقى عارفة المكان. لو عايزة بالنظري كده تعمليها او ممكن تجيبي قلم وتروحي معلمة. بس كده. وكده خلاص ركبت الودنين بتوع الكيس. هبتدي بقى اني اعمل الرباط نفسه عشان لو حابة اني اربطها يعني تبقى مضمومة كده على بعضها، وافكها تاني عادي والاولاد يطلعوا منها الالعاب. دلوقتي حبايبي هنركب الشريط. انا جبت شريط ستان عادي، حاولت اجيب لون قريب ليها بس ما لقيتش غير اللون ده. فاول حاجة عملتها اني جبت بنسة شعر عادية خالص اهي، وركبت لها شريط الستان وربطته فيها من الاخر كده اهو، عشان لما اجي ادخله فيها ما يفلتش يعني. هنيجي بقى عند الفتحة اللي كنا سايبينها وهبتدي اني ادخل البنسة دي بالراحة كده اهو. وهشدها، هفضل احطها كده واشدها لحد ما تقابلني الفتحة التانية. بلمها كده بايدي، بدخلها بس بزقها بايدي اللي ورا والم كده بايدي التانية اهو. شايفين طلعت معايا اهي. وانا بسحب اخلي بالي احسن ان الشريط التاني يتسحب، فاكون ماسكاه برضو اهو. وبفك الربطة اللي هي التانية اللي كانت في البنسة وببتدي ان انا اربطهم في بعض. بس طبعا قبل ما بربطهم بولع عليهم بولاعة بس مش متوفرة معايا حاليا، فهربطهم كده مؤقتا. ربطة اولى اهي،
واربطهم ربطة كمان. بس كده. وادي الكيس كله اهو بعد ما خلص. نبتدي نلم فيه كل ألعابنا وبعد ما نلمها نروح قافلينه وخلاص نحطه على جنب. انا دلوقتي هلم فيه ألعاب اولادي وهوريه لكم. بيشيل كمية كبيرة كده يا حبايبي. خلاص اكون خلصته. بتلم فيه الألعاب. لا شايل كمية كبيرة جدا ما شاء الله، يعني يعتبر كل الحاجات اصلا والدباديب وكل حاجة. بس تحطيه كده على جنب مش هيبقى باين وفي نفس الوقت شكله حلو. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.